ليه أغلبنا بياخد قرارات غلط وإحنا متأكدين إن هي صح؟ أهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. أنا عارف غبت عنك شوية، بس بصراحة ما كانش عندي أي مساحة فراغ الفترة اللي فاتت. عموما ما تنساش تجيب معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة، والنهاردة استحملني شوية، لأن هتكلم معاك في موضوع ممكن يفتح جواك أسئلة كتير. لو فكرت في حياتك كويس هتكتشف إن أكبر غلطة عملتها كنت في اللحظة اللي انت مؤمن فيها ان انت صح تماما. تمام، احنا مش بس بنغلط، احنا بنغلط بثقة عالية جدا، وبعد ما الموضوع يفشل نقول والله ما كنت اعرف. الغريب ان العلماء اكتشفوا ان العقل مش بيدور على الصح، بيدور على القرار اللي يريحنا. ولو القرار ده غلط مفيش مشكلة، عقلك هيقنعك ان هو صح، ويعمل لك كده شوية ديكور كده جميل محترم يقنعك ان انت في المكان الصح. في حاجة اسمها التحيز التأكيدي. التحيز ده ببساطة بيقول إن العقل بيبحث عن اللي يثبت ان القرار صحيح، مش اللي يثبت العكس. يعني لما تاخد قرار انت مش بتدور بعدها على الحقيقة، انت بتدور على شهود زور عشان يثبتوا لك يأكدوا لك ان انت فعلا صح. يعني مثلا اشتريت منتج شفته على الانترنت ولا شفته في اي اعلان وطلع حالته صعبة جدا وسيء جدا، انت هتلاقي نفسك قدام الاسرة كده والعيلة بتدور على تفسير عشان تخليه ده ممتاز، وتبدأ تقول لا 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 لا، هو المنتج ده مش وحش يا جماعة، بس احنا مش عارفين نستخدمه. على فكرة ده مش غباء، ده دفاع ذاتي. العقل ما بيحبش يبان انه غلط، حتى لو واضح جدا ان هو غلط. انا عايزك بس تركز كده في حياتك، شوف علاقاتك الانسانية. تمام، هتلاقي ان انت احيانا بتدخل في علاقة غلط وواضحة قوي من اول دقيقة، كل العلامات تمام بتقولك ان العلاقة دي غلط، بس عقلك بيقولك لا 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 لا، اكيد الشخص ده هيتغير، وكأنه مسلسل مثلا الموسم القادم فيه هيكون احسن مثلا. طبعا مفيش حاجة بتتغير، وبنرجع بعد كده نندم، بس ما بنندمش يعني غير جوانا، ما بنبررش بشكل اساسي، يعني بيقول لا لا احنا كانت العلاقة صحيحة. في ناس مثلا بتغير شغلها 3 4 مرات وتعيد نفس اخطائها في كل مرة، وكل مرة تشتغل شغلانة جديدة تقولك لا المرة دي هتكون مختلفة تماما، اصل الشركة اللي فاتت هي اللي كانت فيها مشكلة واللي قبلها كان فيها مشكلة، الدنيا كلها غلط الا انا. الحقيقة ان عقلنا عنده قدرة انه يخترع لنا قصة كاملة عشان يحمي قرار انا اخدته ومتمسك بيه، حتى لو القرار ده ما كانش منطقي. انا بس عايز اقول لك حتى في علم النفس بيتكلموا في المسألة دي، بيقول ان الانسان بيحب شعوره ان هو فاهم. عدم الفهم ده بيزعجه جدا، الشك يقلقه. تمام، العقل يفضل القرار الغلط على حالة الانتظار الطويلة. اهم حاجة عند العقل ان يكون القرار ثابت، مش لازم يكون صح. لو انت مثلا في طريقين قدامك يمين وشمال، طب انا لو اخترت يمين هبقى مرتاح ان انا اخترته وخلاص، حتى لو اكتشفت ان اليمين ده مقفول بعد كده. لكن لو فضلت واقف ومحتار، طب ادخل يمين طب ادخل شمال، يا عم على كل اختار بقى وخلاص، خلينا نخلص من المشوار ده. الفكرة ببساطة، تمام، ان سقراط حتى قال جملة عبقرية جدا: انا اعلم انني لا اعلم. الكلمة دي مش تواضع منه، بس ده كان وعي. ليه بقى وعي؟ لان انت لما تعترف ان انت مش عارف هتدي لنفسك فرصة وتفتح امكانية ان انت تتعلم. لكن لما تكون متأكد ان انت عارف، انت بتقفل باب على اي تطوير. وهنا بقى بتحصل المشكلة، ان احنا عارفين كل حاجة غير اللي يخص حياتنا. الحكمة مش انك تكون صح، الحكمة انك تكون قابل للتغيير، تقدر تتغير حتى لو قرار غلط، يا اخي اعترف. تمام، لو فكرتك مش سليمة او مش دقيقة، يا اخي اعمل لها شوية ابديت، شوية سيرش عليها. لو طريقك مسدود ارجع. ما تبقاش الشخص اللي بيبرر لحد ما يوصل لمرحلة، تمام، انه يبرر التبرير نفسه. لو قدرت تكون صادق مع نفسك هتتفادى اغلب الاخطاء اللي ممكن تحصل لك قبل ما تحصل نفسها. مش هطول عليك، تمام. ان كنت قعدت معايا لغاية اخر مساحة الفراغ، ما تنساش بقى وانت خارج تاخد في ايدك كوباية الشاي او اللي فاضل منها، وتقفل باب وراك باب مساحة الفراغ، وافتكر اللي اتفقنا عليه، ان احنا قد نلتقي او لا نلتقي، لكن الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.